ازيكم يا جدعان؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. عايزين بقى نفك شويه من جو الكآبه اللي احنا عايشين فيه بقى، والسياسه والكلام ده كله. لما نعوز نعمل كده هنلجأ لمين غير حبيبنا خالد يوسف. من فتره بالظبط اسبوع او اسبوع ونص كله قاعد ينزل فيديوهات ولا غانم وخالد يوسف ولا غانم وخالد يوسف. تفتح الفيديوهات مفيش الفيديو. طب فين الفيديو؟ محدش بيجيبه. بس طبعا زي ما انا معودكم ان انا هجيب لكم فيديو، يعني انتوا عارفين ان انا بجيب كل حاجه. تعالوا نشوف الفيديو كده مع بعض ونرد عليه. طيب انت بعد ما شفت الفيديو هتقعد تقول لي دي مش علا غانم، وانت ايش عرفك ان دي علا غانم، ودي بدعرها ومش بدعرها، وتنزل تشترني بلاش تاخد في اعراض الناس. دب. اثبت لك ان هي علا غانم. بص السكرين دي، يعني ما تنزلش تقول لي انت بتخوض في اعراض الناس، لان هي نفسها اللي مدمره عرضها بايدها. يعني انا ما بعملش حاجه، انا بس بهدي النفوس. يعني دول ما عندهمش عرض اساسا، دول بيبيعوا جسمهم وشرفهم وسمعتهم عشان شويه شهره وكم دور وفلوس. فدورنا ان احنا نطلع ننتقدهم ونطلع العيوب فيهم، لان لو حد فيهم شاف فيديو زي ده يستحي بس شويه على دمه كده ويبطلوا اللي هم فيه ده، لان ده مش هيوصلهم لحاجه غير شويه شهره وفلوس في الدنيا. لكن لما يموتوا مش هيلاقوا اي حاجه اللي عملوه ده غير عذاب، هيبقى حاطه في جهنم ونقعد نتفرج عليهم وهم بيشوا. وانت ايه بقى؟ ها، مش عايزه تمثلي؟ انا ممكن بس اديلك دورين كده ولا حاجه، بس تحلقي فرو وتقومي ترقصي لي ونعمل حاجات عيب مع بعض. ايه رايك؟ ها، ايه رايك؟